ضيفكم الكابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي ومرشح عضويه مجلس اداره النادي الاهلي في الدوره القادمه. الانتخابات هتبقى هامه جدا وبالتالي مرشح هام جدا معانا في البرنامج. مساء الخير يا كابتن شريف. ازيك يا عبد الرحمن، اشكرك على التقديمه الجميله دي. طبعا حق حضرتك. اذا كنت مرشح هام، اذا كان وجهه نظرك يا رب يكون وجهه نظر الجمعيه العموميه كلها. المنافسه قويه، يعني شايف لنفسك مكان في المنافسه ولا بتاخد تجربه يعني بالنسبه لك بتشوفها هتبقى رايحه فين؟ لا الحقيقه هو النادي اللي اسمه كبير، يعني خد بالك اسم النادي الاهلي اسم كبير قوي، يصاحبه اعضاء متميزين، يصاحبه تاريخ كبير جدا من بطولات وانجازات، خدت بالك يصاحبوا اعضاء مجلس اداره سابقين حققوا اشياء كتيره قوي على المراكز اللي هم نجحوا فيها، جميع الاعمار وجميع السنين وجميع المواقف اللي هي حصلت بالنسبه للنادي الاهلي. اذا كان بيحصل لك اي حاجه، فالناس اللي كانت موجوده كان على قد المسؤوليه الحقيقه. فهي دي المسؤوليه الكبيره اللي انت بتبقى موجود فيها، انك انت على الاقل تتلمس النجاحات اللي هم كانوا فيها، مش احنا نتصيد. شايف ان المجلس اللي فات المجلس اللي هو اللي بيخلص فترته دلوقتي مجلس ناجح يعني. لولا المجلس ده طلع القانون بتاع 8 سنين وما اعرفش ايه، اعتقد ان احنا كان لينا صعوبه كبيره قوي ان احنا نبقى موجودين برضو في الترشيح وحاجات، حتى لو كنا رشحنا نفسنا، لو كنا هنرشح نفسنا تبقى ضعيفه في حاله رؤيه الجمعيه العموميه في وجود دم جديد او حاجه زي كده، مش اكتر. طب بمناسبه اللائحه دي، راي حضرتك ايه فيها؟ لائحه ال8 سنوات. انا ما اعرفش، انا حكايه ان اللائحه تقول 8 سنوات وقرارات تحصل جديده، وبعدين ايام ما كان الناس دي اعضاء مجلس اداره اصلا في النادي الاهلي الوزير، فما اعتقدش ان كان عنده نفس المبدا. لو كان هو عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، ما اعتقدش ان كان يتمنى ان يكون في وزير صقر يضع 8 سنوات يعني هو ما اعترضش على صقر يعني الحكايه دايما كل واحد في البوزيشن بتاعه هو اللي بيقرر الحكايه تمشي ازاي، او المصلحه فين، او ايه سابق المعرفه اللي بينه، او العلاقات شكلها ايه بينه وبين مجلس الاداره بتاعت النادي الاهلي. كلنا عارفين ان كان في عدم توافق يعني، بالذات ما اعرفش ان هي مش معموله للاهلي بس، يعني اعتقد انها معموله للاهلي والزمالك وكل الانديه. في ناس بيقولوا ان هي بتدي فرصه لناس ثانيه، وما يبقاش الحكايه حكم ناس هي اللي قاعده على الكراسي ما بتتغيرش، انما احنا بينا وبين بعض النتائج. الحقيقه بينا وبين بعض الناس دي عملت ايه، الناس دي اوراقها سليمه، كل حاجه، ما فيش اي حاجه. ما يمنع ان يبقى في عضو 2 3، عندك طاهر الشيخ ومصطفى عبده ومجدي وانا، مجدي عبد الغني وانا، وممكن يتخذ 1 أو 2 معاهم كان وينزل 2 خلاص رسالتهم لحد دلوقتي، وبعدين يعودوا تاني. والحقيقه انا بحترم مرشح الحاج محمد عبد الوهاب. عنده الحريه والفلكسبيليتي ان هو يروح ويرجع ويخدم يعني انا بحب الراجل ده جدا يعني. انا بحبه جدا لانه كمان ما عندوش قصه المنصب، يعني مش جوهريه بالنسبه لي. هي الحكايه هتلاقي مثلث كده، انا والحاج محمد وهاب والكابتن طاهر الشيخ، الحكايه بالنسبه لنا عادي يعني، بالنسبه لنا عادي جدا يعني، مش داخل مش مشدود قوي يعني، لا ولا مشدود ولا اي حاجه، لان هو مبدا يا عبد الرحمن، انت بتحب شريف عبد المنعم وشايف انه هيقدر يخدمك في هذا الموقع، لو من لوحدك هتديله، انما هتدي مجدي عبد الغني، هتدي مصطفى عبده، هتدي السباحه كلها، هتدي المرشح بتاعهم، خدت بالك؟ يعني ايه موضوع السباحه ده؟ يعني ليه كل مرشح في الانديه كل مرشح في نادي يقول لي حمام السباحه دي حاجه يعني منطقه جوهريه ومنطقه جمع اصوات هامه يعني. لوبي السباحه طول عمرنا، لانه اسر كتير واصوات هم يعني اسر كتير جدا. لعبه فيها كذا لعبات تانية. حمام السباحه فيه ووتر بولو وفيه سباحه وفيه الماء ولا، وبعدين هم عندهم بيني وبينك انتماء، يعني عندهم انتماء لبعض وقرار واحد وكلمه واحده يعني بيتحركوا ككتله واحده يعني. لا بيتحركوا الجماعه مفيش شذوذ حمام السباحه يعني مفيش غدر، مفيش خيانات، مفيش فاي مرشح بيبقى مهتم طبعا بالموضوع. طبعا لازم تروح لكابتن سيد والدنيا وفي ناس بتاخد الاذن تنزل انتخابات ولا ما تنزلش وحاجات كده يعني. ده استشير يعني، خلينا نسميها استشاره يعني اصل انت لو انت ضدي هنزل اعمل ايه يعني؟ ففي ناس بتبقى داخله الانتخابات. انا عن نفسي داخل بخوض التجربه. خدت الاذن؟
انا ما عنديش، ما انا داخل لوحدي. خدت اذن من بيتي من مراتي. استشرت مين عشان حضرتك تخش استشرت اللاعبين، وانت عارف انا كنت زي اللي قاعد بنيجي نلعب كل حد وثلاث وخميس في طبعا ده حضرتك في النادي، اللقطات دي ليك حضرتك موجود في فرقه الشمس. دايما رحنا عشان نسحب بالظبط. حضرتك بتقول لي كمل يعني برضه خلاص. فرحنا كنت بلعب مع فرقه الشمس، فرقه الشمس اللي هي الملعب اللي جوه النادي الاهلي الجديد، عشان بس الناس اللي ورا الملعب الرئيسي. فلقيت لعيبه القدامى، واحد العاملين بالنادي برضو ما اعرفش ليه مركز كويس، فقال لي شريف احنا عايزينك في هم اللي اقترحوا عليك ونجرب احنا هيحصل ايه، وانت بصراحه اسم لازم تبقى موجود وحاجه كده. قلت له طيب انا هخش انتخابات، وعلى فكره انا مش هتضايق ولا ازعل لو خسر، لو اي حاجه حصلت، لان انا عارف ان انا داخل قدام جبهه كبيره قوي. الحقيقه بيتكلموا عني كويس وانا بتكلم عنهم كويس قوي. جابت كابتن حسن حمدي، الحقيقه علاقتي بكابتن محمود خطيب علاقه اكتملت. جبهه الكابتن حسن حمدي الاسامي كلها خلاص اعلنت اعتقد كده. يعني هي بتبقى لوبي برضو. شايفين ان المرحله دي اللي من ينوب عنهم كان موجود. يعني الحاج محمد عبد الوهاب موجود دلوقتي في الانتخابات صح؟ اعتقد والدكتور محمد شوقي موجود برضو مش كده؟ اعتقد برضو اتقال ان هو هيبقى. انا ما اعرفش الفاينل النهارده قفلت على ايه، لان انا كنت معاك هنا في الاستوديو. تمام. اي حد من الاسماء اللي حضرتك قلتها دي اسماء محترمه جدا، وكان ليهم سابق خبرات في مجلس الاداره. هنحاول نجيب القائمه كامله برضو يعني. لو هنتناقش، لو انت هتجيبها هنقدر نتناقش. هتلاقي فيهم ناس كانوا قبل كده اعضاء مجلس اداره وفاهمين البروتوكول والشكل النادي الاهلي فيه ايه. ومفيش حد الحقيقه في النادي الاهلي بينزل من جميع اللعبات، من تنس هاندبول باسكت السباحه، الا وله قدر. وفي ناس برضو، في والد شهيد اعتقد ده دخل معانا في الاول. مهاب. والد شهيد مهاب، لكن ده هو انضم لقائمه الكابتن طاهر ابو زيد. يعني انا الحقيقه بجيب اسم كل المرشحين معاك، لان انا مش مؤمن بحاجه واحده بس، ان حكايه الانتخابات دي ثقه كامله بين تاريخ المرشح والعضو نفسه شايف فيه ايه. ليه ما اتكلمتش مثلا مع كابتن طاهر ابو زيد تبقى حضرتك موجود في قائمته؟ كابتن طاهر ابو زيد اخويا وزميل ملاعب وكل حاجه. انا هقولها لك بصراحه وعلى الهوا. تمام. واحنا كنا مع بعض بنكرم كابتن ربيع ياسين في بيت احد اصدقائنا، وما فتحش السيره. فمش يعني كنا قاعدين مع بعض وبنتكلم، فبقول له طاهر انا عندي علاقات مع كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي مش كفايه شريف الارقام اللي احنا بنتكلم فيها، احنا عايزين ارقام كبيره قوي. بس هو ما فتحش السيره. يعني حضرتك برضه كنت خفيف يعني مش عايز لا خلاص يعني تطلب من واحد وباين ان هو لا يعني خلاص يعني كنت متفق تيجي منه هو يعني كانت اخر انا اي حد دلوقتي بيتكلم معايا كان مع زكريا ناصف الحقيقه. فزكريا قال لي ما تخشش يا شريف والكلام من ده، سيبك من الانتخابات المره دي، الانتخابات دي هيبقى فيها طعون وحاجات. هو مش هيخش لا. فقلت له انت شايف ان هي هتبقى فيها طعون؟ ما هو في انديه ثانيه يا زكريا انتخاباتها خلصت واستقرت وشغال على القانون ده. فايه هو اللي هيحصل دلوقتي؟ ايه الخطر؟ ايه الخطر دلوقتي ان هو حتى لو انا بكلمك وانا يعني بصراحه يعني انا بكلمك وانا مش 100% هكسب. انت حابب تتكلم باحتمالات بره بره القوايم يعني. مش جوه قايمه يعني. تمام. بس بيضعف فرصك ان انت تبقى بره قائمتين. ما هو انا عايز اقول لك على حاجه. لو علاقتك كويسه بالقايمه دي وعلاقتك كويسه بالقايمه دي، اعتقد ان الناس مش هتحاربك. انما النهارده الحرب بيبقى بين القوائم. القايمه دي بتاعت طاهر والقايمه بتاعت ابراهيم معلم. دول هيبقوا اللي جاي يدي ده واللي جاي يدي ده، انقسموا خلاص. اصوات رايحه لده. هل في حد ده واخد من ده وده واخد من ده؟ هل في حد مش جاي يدي ده ولا جاي يدي ده ويدي حد مستقل؟ دلوقتي اللي هيستفيد مجدي عبد الغني وكابتن مصطفى عبده مثلا في نائب رئيس. هيستفيدوا ازاي؟ ده بالعكس وجودهم مع بعض يضعف موقفهم جدا. هو انا كنت سامع مجدي بيكلمك وبيقول لك هنتنازل لبعض عشان كده ده صدقني العكس صحيح. الحكايه ان الاصوات بس اللي هي مضمونه اللي الناس بتشتغل عليها، اللي هي في جبهات مثلا المهندس ابراهيم معلم وكابتن طاهر ابو زيد مثلا. دي هم الاصوات المعارضه اللي عايز تدي النظام السابق ده، هتدي لطاهر ابو زيد، وزي ما نجح طاهر قبل كده بعدد. هل تعرف مين النائب مع كابتن طاهر ابو زيد؟ محرم الراغب على ما اعتقد. لا ده مع سوري ده مع الاستاذ ابراهيم معلم.
كان طرحوا مين؟ تمام، يعني ان كان طرحوا حد. حضرتك شايف انه وجودهم بقى كابتن مجدي وكابتن مصطفى عبده يستفيدوا ازاي من لا ده ليه تاريخه وده ليه تاريخه، خدت بالك. ممكن اللي جاي من بره كويس غير مقتنع مثلا بنائب ابراهيم معلم او نائب طارق أبو زيد، فهم دول اللي شايفهم هيوجههم بعد كده، يوجه صوته اليوم بعد كده. هتلاقيها رباعيه متساويه، يعني لو مش لو كان هيتاثر عليهم الحقيقه في حاجه. لو مصطفى عبده عنده تاريخ كبير قوي، زي الخطيب، زي اي حسن حمدي، زي الناس دي كلها، مجدي عبد الغني كذلك، وخبرات بقى اتحاد كوره وحاجه كده. ف طيب يعني خلينا نسال حضرتك سؤال برضو تاني. يعني ما اقدرش اخش جوه المرشح ايه فكره وايه طبعا. حبه وايه انتماءاته، ومصطفى عبده بيشتغل ازاي ومجدي هيشتغل ازاي، وهو ده يعني دي حكايه تانية خالص. طب انت هتشتغل ازاي؟ انا علاقتي حب جوه النادي الحقيقه. حلو. علاقه حب وود، ومين نجح مين ما نجحش. وانا مش عضو مجلس اداره، بخش النادي بتعامل زي عضو مجلس اداره. ماليش بس في القرارات، ماليش طبعا طلبات، ماليش لكن لك وضعك في النادي، ودي حاجه الحمد لله ليا علاقات طيبه جدا بالناس كلها، اذا كانت جماهير، اذا كانت صحفيين، اذا كانت اعضاء. فحاسين دايما ان انا جبهه لوحدي مستقله، زي ما كنت بلعب في الملعب برضو جبهه واحده مستقله. لو نجحت ان شاء الله، لو نجحت يعني هشتغل على ايه بقى؟ على حاجه انا شايفها في النادي او شايفها في جميع انديه مصر. انا هشتغل على مبدا التسويق في الناشئين. عايز اعمل قاعده كبيره قوي زي ايام ما احنا طلعنا من الناشئين. كان دايما النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي والانديه الكبيره هي اللي بتعمل عمليه تفريغ للفرق كلها. بل دلوقتي احنا عايزين نعمل تفريغ لينا احنا كمنتخب مصر وللعالم العربي كله ولاوروبا. انت عندك كذا لعيب متنطور في اوروبا كده، محترف لوحده كده، سافر لوحده ومحدش يعرف عنه حاجه. عندنا كميه ناشئين، وكل الاعضاء كل واحد في عضو دلوقتي عنده ابنه وشايف عنده موهبه يوديه مدرسه، بيتمنى ان هو يكون زيه، زي ابو تريكه وزي بركات وزي متعب وزي الناس دي كلها. فحضرتك عايز تعمل ايه بقى برضه؟ فهمنا. عايز اهتم بهذا القطاع، قطاع الناشئين. خدت بالك اللي هو بيبث فلوس كتير جدا يا عبد الرحمن. ازاي؟ ده يوقف جميع لعبات النادي الاهلي على رجلها. ازاي يعني؟ انك تهتم بهذا القطاع وتصنفه. اهتمينا بالقطاع وطلع لعيبه كويسه، وطلع مش لازم هيطلع يلعب في الدرجه الاولى عندك. ده هتبيعه في اي حته بره، هتديه لبقيه الانديه، هتدخل دخل كبير جدا. مش اللي انا بقوله ده ان اللي قبليه ما عملوش، لا اللي قبليه كان بيدور دايما على شراء العبد ولا تربيته. يجي واحد زي مانو جوزيه يحط شروطه والارقام اللي هو عايزها، ويلم اللعيبه اللي هي الكويسه اللي في مصر ويحطها عنده، لعبوا او ما لعبوش او بيلعب نفسه. خدت بالك؟ وحته الناشئين دي كان لما يجي يكلموه على اي ناشئ والكلام ده يروح يقول لك نشوفه مش عارف ايه. بقت الحكايه حكايه احراز بطولات اكثر من. بس ده مش هيتغير في النادي الاهلي. لا ما هو لا لازم يتغير. ما هو غصب عننا، احنا ما عندناش فلوس دلوقتي في النادي. ما هو اللي كانوا بيبصوا حتى الفلوس، طلعت اعضاء قبل كده قالت لك لا ده ما حدش بيمن على النادي الاهلي وما حدش. العمليه مش عمليه من على النادي الاهلي، العمليه عمليه الناس بتحب النادي. يعني حضرتك شايف انه الناشئين والاهتمام بيهم ده هيعمل موارد ضخمه جدا للنادي الاهلي؟ ده يعني طبعا معقول؟ ده ورث. بس ما كانش حد غلط، في انديه برضه عندها حضرتك روح بص دلوقتي على الاختبارات اللي بتحصل. ملايين واقفه بتعمل اختبارات، ملايين. لا ما انا عارف المنظر. ملايين بتختبر ويصنفوا بقى، جزء يروح لمدرسه الكوره بتاعت الاهلي، خدت بالك، وجزء يخش في الناشئين، والناشئين مش تستوعب كل هذا الحد. ففي مليون حاجه ومليون فكره، خدت بالك، انت ممكن تتعمل لما تبقى يعني بيع الناشئين ده بالنسبه لك هيبقى مش مساله بيع الناشئين، اعداد الناشئ الاول ان هو يبقى ايه كلاس. انت ليه دايما عايز تخش كاس العالم مش عايز تاخد كاس العالم؟ طب معلش برضه علشان دي نقطه انت بتجيب لي برومو عن الناشئين بكره هيلعبوا في كاس العالم ناشئين. انت ليه ما يعني مش بتفكر ان ممكن الفرقه دي تاخد كاس العالم بكره؟ لا احنا بالنسبه لنا مش ممكن، لكن حضرتك عايز تخليه ممكن. مش ممكن. انت عايز تخليه ممكن. احنا بالنسبه لنا عايزين نزرع في مصر ان كل شيء ليه شغل وليه احتياجات وليه ميديا وليه كل حاجه وليه تحضير يعني كل حاجه دي لازم تتعب عليها شويه عشان توصل. انك انت النهارده بتناقش او بتنافس على اوروبا وافريقيا والعالم العربي، يعني انت منتمي لكل ده. فانت النهارده عايز تبقى في اوروبا والقارات كلها عن طريق كاس العالم، كويس. في افريقيا عايز تبقى زي ما انت اتعودت انك انت اول فرقه
في افريقيا هي فرقه مصر. العالم العربي اللي بتستضيف بيه كله كان بيستعين بيك وبخبراتك وبيجي ياخد من عندك المدربين. تمام. انا بحاول اجيب دلوقتي القائمه كامله. فتحت. لا تمام. انا عايز اقول لك على حاجه. القائمه دي لو واحد منهم نزل لوحده هينجح؟ صعب طبعا. اشمعنى؟ ليه انت بتقول لي ان انا صعب ان انا يعني مش كل الاسامي يعني محرم الراغب يعني في اسامي محرم الراغب في اسامي كبيره. كابتن محمد الراغب لو بره القايمه وهو مصطفى عبده ومجدي عبد الغني بيترشحوا بره القايمه ما لهمش دعوه. لا يعني ليهم شعبيه برضه يعني لا انا بقول لك ان انا عايز اوصل معاك مش كل الاسامي. مش مساله القايمه عشان هم دول اللي اتفقوا عليهم هيبقوا يمثلوا مجلس اداره النادي الاهلي. ما قبل كده اتفقوا في عضو ما نجحش. خليني اقول لك قائمه استاذ ابراهيم معلم كامله دي برضه هتبقى انفراد لينا لان انا فتحت كل المواقع دلوقتي وانا معاك ما فيش اي حد لكن منتصر الرفاعي زميلي جابها لي. ابراهيم المعلم طبعا رئيس منصب الرئيس، الاستاذ محرم الراغب على النائب، الاستاذ ابراهيم صالح على امين الصندوق وخليكم معايا برضه لو في حاجه. وكده طبعا دكتور محمود بجنيد هو اعلن ان هو كان عايز يبقى رئيس. ما هو كان هو بص سياسيا دكتور محمود بجنيد الحقيقه من الناس الحسابيين والمستشارين والميديا والدعم وكمان راجل ممتاز، بس هو ما خدش مع القايمه اللي فاتت شكل النجوميه او الشكل هو الانتخابات الاستاذ عمرو فاروق هو يعني كان عمرو فاروق وجوده مخرج القائمه على حساب محمود بجنيد. عموما يعني ابراهيم مع المحرم وراغب ابراهيم صالح طبعا مع حفظ الالقاب كلها. الحاج محمد عبد الوهاب، دكتور محمد شوقي فوق ال 52 طبعا حضرتك عارف في دلوقتي اعمار ففوق ال 52. الاستاذ ياسر الرمل وطارق قنديل فوق ال 42. الاستاذ محمد الغزاوي وخالد عبد القادر فوق ال 32. اخر اسمين استاذ شيرين منصور ومحمد الجرحي تحت 32. دي قائمه الاستاذ ابراهيم معلم. فيها ناس كويسه جدا. شايف يعني حضرتك قلت لي لو معاك القائمه كلها نقدر ان احنا نتكلم يعني دي عندك حاجه محمد هنحاول برضه نجيب بقيه القوائم يعني محمد غزاوي على قد ما نقدر. قائمه كابتن طاهر ابو زيد وكده كلهم اصحابنا وكلهم حبايبنا، بس انا في اعتقد السن الاصغر انا ما اعرفوش يعني اللي هم تحت 28 سنه. في مفاجاه برضه انه تمام. في كابتن طاهر ابو زيد طبعا قائمته انضم ليها النهارده كابتن وليد صلاح الدين والكابتن شادي محمد. اعلنوا ان هم في قائمه الكابتن طاهر ابو زيد، والبرلماني باسل عادل برضو قيادي بحزب الدستور موجود في قائمه الكابتن طاهر ابو زيد. خلي بالكم ان في طبعا الاعلاميه منى الحسيني موجوده معاه في القائمه من الاول. ايوه. فخلي بالكم ان النهارده الباب بيقفل، فاحنا بنجيب لكم كده ايه اللمسات الاخيره من الانتخابات ولسه النائب والامين الصندوق ما تحددوش الكابتن طاهر، يعني الساعات اللي جايه دي هتحدد. يعني مثالي الاخبار دي هتعرفها على الهواء معانا، يعني اكيد ليك رد فعل عليها برضه لان دول منافسين في الانتخابات. والله احنا دايما كلاعيبه كوره هنبقى منتمين لبعض يعني. عايز اقول لك احنا زملاء ملعب ادام ما فيش اي خدش او ما فيش خروج عن البروتوكول او المألوف في اخلاق النادي الاهلي، فاحنا كلنا جنب بعض. تمام. انا النهارده هقف مع مجدي عبد الغني وهقف مع مصطفى عبده لو امكن بقى ما اعرفش. هقف مع طاهر ابو زيد، هقف مع محمد عبد الوهاب. عدم وجودك في القائمه لانك مش عايز تخسر اصوات حد؟ ايه؟ يعني عدم وجودك في القائمه لانك عايز تبقى برضه معاك ود الجميع يعني برضه. يا عبد الرحمن انا اول ما مضيت اوراق الترشيح خرجت واحد فراح قال لي باشمهندس ابراهيم معلم بيقول ان انت معاه في القائمه. حتى اضحك. تلاقيني قعدت وانا ماشي في الشارع في النادي بضحك. انا بقى لي فتره بعيد عن طب انت لو كان هو طلب منك كنت هتوافق اكيد؟ طبعا هتوافق، يعني ليه مش هتوافق؟ ولو طاهر كان كلمني كنت وافقت برضه. ليه؟ هي العمليه مش عمليه زي ما انا بقول لك، احنا عمليه ان انا واثق من ان انا جاي اخدم في منطقه معينه. وازاي اقنع جمعيه عموميه دي ان هي تنتخبك او تختارك في ظل مجلس اداره النادي الاهلي موجود. اوعى تفتكر ان انا مش طامع ان انا ابقى عضو مجلس اداره، انا طامع ان انا ابقى عضو مجلس اداره وطامع ان انا اخد اكتر الاصوات، لان تبقى كلمتي جوه المجلس نفسها اقوى.
لا مسموعه ومعروفه طبعا. لا دايما اللي هو رقم واحد في الانتخابات اللي كسب بعد اصوات وفي حاجات انا شايفها في النادي عايز تصلح كتير قوي. طب ايه تاني؟ انا مش هقدر اتكلم في ده دلوقتي. عن برنامجك قلت لي على موضوع الناشئين، ويعني ده موضوع برضو يعني خلينا برضو ابقى واضح. انا عايزك تتكلم الاعضاء. انت مش عايز ادي له حجم كبير. لا ابدا. دي دي ضخ كبير قوي. يعني ممكن تدخل كام مليون؟ ما عندهمش وقت ليه. ممكن تدخل كام مليون للنادي الاهلي؟ مش موفرين ليه الكوادر اللي هي تقدر تعمل ده، ومجلس الاداره قاعد في بيتهم. ممكن تدخل كام مليون مثلا النادي الاهلي؟ ما هو ده مش ده مجلس الاداره. مجلس الاداره بيخطط ويجيب الناس اللي تعمل ده. محطوط فيه 2.5 مليون يورو. كويس. مين؟ لعيب في نادي الزمالك محطوط فيه 2.5 مليون يورو. شيكابالا وانت طالب 4.5. كل ما يصغر السن بتاع اللاعب ووفرت له انت الببليستي اصل هتبقى فيه جبهه اسمها ناشئي النادي الاهلي المحترفين، لجنه محترفين بقى بجد. يعني حضرتك تعمل لجنه لده. خلينا نروح بس لواحد من المرشحين كده وحضرتك معايا برضو سريعا. كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن وليد. يا كابتن عبد الرحمن، ايه المفاجاه؟ ايه المفاجآت دي بس؟ يا كابتن عبد الرحمن الاول مثلي على الكابتن شريف عبد المنعم. طبعا ما قلتليش انك هتنزل. بيقول لك ما قلتليش انك هتنزل يعني. والله انا اخدت القرار في اخر لحظه. الدنيا نورت يا وليد والله. ربنا يخليك يا كابتن شريف، ربنا يكرمك. توفيق يا كابتن. ده الخطيب بتاع مصر بعد بيبو بقى. طبعا انت سلمت. طب قول لي يا كابتن وليد، يعني القرار في اخر لحظه اللي هو النهارده ولا امبارح بالليل كده قعدت يعني مخمخت كده؟ انا بفكر من مده، وكابتن شريف يعني كنا مع بعض من فتره، والناس كلنا ولاد النادي الاهلي وكلنا عايزين نخدم النادي الاهلي. عندي تفكير طبعا، لان يعني انا ده ممكن نخدم النادي الاهلي بصوره تكون عمليه. يعني انا بقالي اكتر من 10 سنين مبطل كوره، بحاول اخدم النادي الاهلي برايي بنصيحه، لكن شايف ان الوقت ده ممكن اخدم النادي الاهلي بقرار من جوه. من جوه. مظبوط. بالظبط. طب يعني برضو اكيد انت شفت لكل المرشحين يا كابتن وليد وعرفت القوائم فيها مين، يعني ده شكل المنافسه شايفه عامل ازاي؟ بالذات انت دلوقتي في قائمه مين يا كابتن وليد؟ لسه برضه بعد. لا انا داخل مستقل، لاني نظري الشخصيه انا راجل توافقي برضه، يعني وجهه نظري ان ممكن يبقى كل قائمه في كل الناس ولاد النادي الاهلي وعايزين يخدموا النادي الاهلي. مش مع الكابتن طاهر يعني؟ مش في قائمه الكابتن طاهر عشان برضه. لا مش في قائمه الكابتن طاهر. انا نزلت مستقل لاني شايف ان يعني ما عنديش مشاكل مع قائمه الاستاذ ابراهيم المعلم خالص. والناس كلها الحمد لله والشكر لله يعني بيقدروني وبيحبوني. نفس سياسه الكابتن شريف برضه، يعني هو يمكن لسه قايل الكلمه دي يعني. بالظبط. صعب. انا هبقى معليش علاقه زي ما وليد بيقول كده، او اختلافات في هم اللي حددوا. مش عايز تخش في جبهه وانت اصلا هم حددوا الجبهات، احنا مش احنا اللي هنحدد لهم الجبهات، هم اللي اختاروا الجبهات. كابتن وليد في حاجه معينه حابب مثلا توصل اعضاء النادي الاهلي بيها لو نجحت ان شاء الله؟ طبعا انت شعبيتك بسم الله ما شاء الله مش محتاجه يعني كلام، امشي في الشارع بس وطبعا انت هتعرفها يعني. لكن في حاجه معينه طبعا يعني مثلا حاجه ناوي تعملها، ناوي تضيفها، حاجه دفعتك ان انت تخش الانتخابات عشان تعملها، في حاجه ممكن نعرفها من برنامجك مثلا جوهريه؟ يعني رقم واحد ان احنا كلنا ولاد النادي الاهلي. الوقت اللي احنا فيه ده مهم جدا ان نتنافس في حب النادي الاهلي لمصلحه النادي الاهلي. ما يبقاش الوقت ده خطير جدا، لان انت عارف ان السنين اللي فاتت كلها كانت مجلس اداره مستقر للنادي الاهلي ومحقق نجاحات للنادي الاهلي، ودلوقتي البلد كلها بتتغير والناس كلها بتاخد فرص جديده. اللي داخلين يعني 90% منهم اول مره يدخلوا. كويس. بالتالي انا شايف ان احنا بس لازم من اول ما نبتدي لغايه لما ننتهي نكون كلنا بنتنافس في خدمه النادي الاهلي. شايف فرصك ايه يا كابتن وليد برضو مع وجود قائمه استاذ ابراهيم معلم طبعا، وهي قائمه مدعومه من كابتن حسن حمدي وفيها اسماء برضو محترمه يعني؟ لا انا ما عنديش مساله الفرص دي. واحد كابتن عبد الرحمن بيبقى شايف في نفسه ان هو احق واحد في يعني انا من وجهه نظري المتواضعه ان انا كابتن النادي الاهلي من وانا عندي 10 سنين، فبقالي اكتر من 30 سنه راجل بدير فريق، مسكت اكاديميه النادي الاهلي، عندي خبرات، عندي رؤيه الحمد لله، وحتى
حتى وانا بره النادي الاهلي ما غلطتش في حد، ما حاولت اساعد النادي الاهلي على قد ما اقدر. فبالتالي من وجهه نظري ان انا لا يعني سهل جدا ان انا اكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله كمان باذن الله تبقى موجود بقى معانا في حلقه برضه يا كابتن وليد ونتكلم في ده بشكل ضروري يا كابتن باذن الله. وبشكرك يا كابتن وليد شكرا جزيلا. كان مهم برضه واحد من الناس بتحب كابتن وليد صلاح الدين جدا، كلنا بنحب وليد صلاح الدين، دي حقيقه يعني. تمام. برضه موضوع الناشئين طبعا اتكلمنا فيه، في مواضيع ثانيه برضه حضرتك حابب انك مثلا توضحها. اصل النهارده بتخاطب برضه الاعضاء، يعني انا عايز تبقى برضه حضرتك قبل ما تمشي من هنا تكون قلت كل اللي عايز تقوله. والله مش اكتر من ان انا بتمنى ان الناس اللي هي تيجي مكان الناس اللي مشوا واللي قانون حرمنا منهم يعني يبقى على نفس المستوى الحقيقه ونفس الفكر، والحاجات اللي كان فيها تقصير او الناس مش شايفاها بعينيهم احنا نقدر نكمل الصوره. يا رب تكون وشنا حلو على النادي الاهلي وانجازات كبيره قوي زي اللي حققها المجلس السابق. كل اللي بنوعده ان كل اعضاء النادي الاهلي عارفين شخصيات الناس المرشحين كويس قوي وقريبين منهم، وهم دايما تقول لك الجمعيه العموميه هي اللي رايها كده ان ده يبقى عضو مجلس اداره يمثلها في النادي الاهلي. بنتابع قصه الالتراس واقتحامهم للمباراه اللي بيقولوا عليها النهارده. انا شفتهم وانا جاي بس شايفهم عند استاد القاهره. طب بقول لك بقى هم فين بالظبط. انا اخر مره شفتهم وانا جاي عند استاد القاهره. خلينا نروح للاستاد ملعب الدفاع الجوي. زميلي بسام ابو بكر الصحفي في جريده التحرير. مساء الخير يا بسام. الو يا بسام انت فين؟ انا في الاستاد اهو. الو انت جوه الاستاد كده؟ انا على الهوا دلوقتي. انت على الهوا دلوقتي. انا عارف الصوت عالي قوي عندك. قول لي الوضع عندك ايه؟ انا سامع طبعا صوت الالتراس من غير ما تقول لي يعني. والله الوضع عندي يمكن الالتراس خلاص الامن وافق على دخولهم استاد الدفاع الجوي، ويمكن العدد يعني يا استاذ عبد الرحمن كبير جدا، حوالي يخش في 20,000 مثلا متفرج. ويمكن في بعض البنرات بتتعمل دلوقتي واليوفط المعتاده بتاعت التراس اهلاوي. ويمكن كابتن سمير محمود عثمان حكم المباراه صرح اثناء دخول الالتراس انه مش هيقدر، بيقول ان هو مش عايز يدير المباراه طالما في جماهير في الملعب، لكن اعتقد ان هيبقى في اتصالات من لجنه المسابقات ولجنه الحكام للكابتن سمير محمود عثمان. هي الدنيا كانت واضحه، بس هم قالوا انه بعد دخولهم ب 10 دقائق المباراه هتتلغي، فلو هم دخلوا قبل المباراه مش هتتلغى. ده الطبيعي يعني. لا هو لحد دلوقتي يمكن التصريح بتاع كابتن سمير محمود عثمان ما فيش بعد جديد. لحد دلوقتي المباراه هتبتدي، ما اتلغتش ولا حاجه، وجماهير الاهلي متواجده. ولعيبه النادي الاهلي بتسخن؟ شريف اكرامي وكابتن طارق سليمان، لكن لسه لعيبه الاهلي ما نزلتش ولا لعيبه الجونه. ما طبيعي ان الجون بينزل. لكن حراس المرمى ما زالوا بيسخنوا يعني في ارض الملعب. تمام. وبقى تابعنا بسام برضو ان شاء الله هكلمك تاني، او الاعداد على الاقل هيكلمك ويعرف منك الاخبار. انت مع الفكره دي ولا ضدها يا كابتن؟ دي كارثه بقى لو لغى الماتش. هيلغي الماتش؟ مش ممكن يبقى بيعمل كارثه اكبر بقى يعني. يعني مين اللي هيعمل كارثه اكبر؟ خلاص احنا ليه ما تاخدهاش دلوقتي يا عبد الرحمن؟ دي تجربه للي جاي يعني. ده دخلوا الملعب والامن سمح وفي توافق بين الامن واتحاد الكوره. الامن مش سمح، الامن فتح يعني. الامن قال ان هو مش هيشتبك، لكن يعني الامن مش سمح يعني. برضه هو مش قرار المباراه بدون جمهور، بس الامن مش هيمنع بالقوه. فالامن قال خلاص عايزين خشوا، والنقاط بقى تتلغي ما تتلغيش مش قصه الامن يعني. الامن برضه بيحاول ان هو ما يشتبكش، لان المباراه بدون جمهور وعدد ده جاي تمنعه بالقوه هتبقى حاجه طبعا صعبه جدا. عموما خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل الجزء الاخير من حواري مع كابتن شريف عبد المنعم. لسه معاكم في ملعب العاصمه. حاجه الاولى برضو في اسئله كتير جدا جت على فيسبوك وتويتر للكابتن شريف، اللي حابب ان هو برضو يكمل ويسال كابتن شريف عبد المنعم عن اي حاجه قبل ما نروح للاسئله على طول. دي اللينك طبعا قدام حضراتكم على الشاشه. دي نقطه. الحاجه الثانيه عشان برضو في ناس فهمت القصه غلط، الامن سمح للجمهور ان هو يخش، بمعنى انه الامن يعني رفض انه يشتبك مع الجمهور، فاللي عايز يخش. مش معنى كده ان المباراه دي تقام بجمهور. قرار اتحاد الكره كان ان المباريات بدون جمهور، او القرار اللي تم الاتفاق عليه الدوري بدون جمهور. فمش معنى ان الامن فتح الباب، عشان دي في ناس بتخلط يعني متخيله ان الامن سمح اذا فدخول الجمهور قانوني يعني. فاهم قصدي؟ او اصل كان كلموا قبل كده في الجرايد، قال مسؤوليه الجماهير ومسؤوليه اللعبه مش دي اتحاد الكوره.
واتحاد الكوره كان دايما يتحرك مع المناقشه مع الامن. فالنهارده معلوم قوي ان الناس رايحه بالظبط. فمش هيشتبك. فاحنا مش عايزين نفتح مشاكل على بعض. كان يا ما كانش الماتش يتلعب ويتاجل، خدت بالك، لغايه لما نخلص من 30 يونيو ونشوف ايه اللي هيحصل في البلد عموما والدنيا تهدى، يا اما ما نولعش في مناطق تانية، خدت بالك، حرمان الجمهور من دخول الملعب ومشاهده مباراه، اشتباك جمهور اثناء المباراه، مش الحاجات دي يعني. شايف ايه؟ ما دي الحاجات انت شايف ايه يعني؟ انا شايف يتجوا على الله ويلعبوا الماتش تجربه. ما انت عندك كاس العالم زي ما احنا بنتكلم، يعني يبقى كاس العالم عندنا مباراه دلوقتي فاصله ان هي توصلنا، لازم هتبقى بجماهير ولا هتلعب برضو من غير جماهير وهتحرم اللعيبه بتاعتنا من الشحن. انا مش عارف يعني الجمهور ده الرئه الثالثه بتاعت الملعب. يتكلوا على الله ويلعبوا مباراه، او الرئه الاولى كمان. يتكلوا على الله ويلعبوا مباراه. زي ما انت قلت واتفضلت ان هيحصل بقى دلوقتي مناقشات مع اعضاء مجلس اداره اعتقد هتتلغي المباراه يعني، لو ما اتلغتش يبقى مع مرزوق الاستاذ مازن مرزوق والناس ومع مهندس مازن مرزوق برضه من النوع ده. مجلس اداره دلوقتي هم في تركيا هيعملوا ايه دلوقتي؟ هيحلوا المشكله من تركيا ولا هيعملوا ايه يعني؟ انا بصراحه كنت ضد فكره ان كله يسافر تركيا دي، يعني في رئيس بعثه وفي معاه حد او بالكتير، لكن ما يبقاش العمليه بالشكل ده. الرحمن ده احتفال يعني، فاهم؟ ما هو ده خلينا نفرح شويه، احنا بقى لنا كتير ما فرحناش في توقيت برضو يعني صعب يعني. خليني اخد اسئله الفيسبوك برضو، لكن عشان هم كتير فهبقى استاذن حضرتك ان برضو تبقى الاجابات نوعا ما ايه سريعه يعني شويه. الجنتل نادر بيسالك عندك خطه لتطوير النادي الاهلي واضحه دلوقتي ولا لسه برضو لو كسبت هتضعها يعني؟ لا، انا داخل بمبدا زي ما احنا اتفقنا، نهوض بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دي اول حاجه يعني. دي اول حاجه. الميديا اللي هي نقدر التسويق ازاي نجيب، ما يبقاش النادي الاهلي الاسم العريق ده دلوقتي في احتياج دخل يعني. نشوف ايه اللي حصل قبل كده في المجالس الاداره، ان هي محطه النادي الاهلي بالبيع بتاع الدعايه بتاع ده ازاي ما يواكبش الميزانيه كامله ان احنا نقدر نغطيها. شايف ان العقد مثلا الاهرام يعني لازم يبقى اعلى من كده يعني قبل ما ابتدي الموسم وقبل اكون انا مواكب الفلوس اللي مطلوبه مني بالميديا نفسها يعني. بودي كيتا بيسالك ايه رايك في اعتزال بركات كره القدم؟ غير موافق، وكلمت مع حازم الحديدي مدير اعماله، قلت له خلي بركات سنتين كمان في الملعب. سنتين كمان. احمد العجمي برضو يعني احنا خلينا بقى الاسئله المقرره، طبعا هقول الاسامي فقط. فضل شوقي، هل هتهتم بانشاء استاد النادي الاهلي لو فزت؟ استاد النادي الاهلي لو فزت ده هيبقى شيء مطروح داخل مجلس الاداره والامكانيات الموجوده لحاجه زي كده يعني. تمام. طيب في حد شايف ان ده وقت كوره ممكن تقلب عادي خالص. ابو المجد مرشدي، هل ستغير شيء في النادي الاهلي؟ برضو زكريا البدوي، حضرتك غايب على الساحه، بيسالك سؤال برضو مهم عشان نبقى واخدين كل الاتجاهات. انت غايب على الساحه بقالك كتير من يوم اعتزالك، مالكش تواجد اداري في النادي، ازاي يعني يبقى بعد كده تبقى موجود في الانتخابات؟ والله زي طارق الشيخ، زي كل الناس اللي هي موجوده دلوقتي معايا في الانتخابات، بس انا ما كنتش هبقى موجود باي شكل اداري. بشتغل في النادي وخلاص يعني. لان اسمي ما كانش يسمح الا بوجود لي شكل. انما كانت في كذا حاجه جوه محطوطين باسماء ناس يعني زي ما تقول ورث يعني. مش هينفع يعني. انا اسمي لكن انا كنت تبقى موجود في النادي على طول. ما ينفعش اسمي. بتروح النادي؟ كنت بتروح كل يوم بروح النادي يعني. كل يوم؟ ومش لازم اخش واقعد واتكلم واقول كذا، بالعكس. بس هي انت نفسك الحاجه اللي بتقولها تمام. لما بتلاقي في ناس بتسمعها وبتتنفذ خلاص اكنك انت عضو مجلس اداره الحقيقه. تمام. برضو احمد محمود بودا بيسال، بودا بيج بوسمان بيسالك هل تنوي تغيير مدربين النادي؟ يعني في مثلا تتدخل في قصه تغيير المدربين او كده؟ هو قرار يعني طبعا يعني هيبقى ليه شكل معين. انا عايز انهض باللعبه بشكل من مفهوم يعني. حتى رئيس اصل كل اعضاء مجلس اداره بيبقى بيترشح منهم 2 عبد الرحمن ان هم يروحوا للتفاوض مع جهاز الكوره. بالظبط. انما احنا اهم حاجه في مجلس الاداره توفير كل شيء لجهاز الكوره، مش ان انا جاي تقطع رقاب يعني. هادي خشبه ناجح وسيد حفيظ ناجح ومحمد مثلا ناجحين وعلي ماهر والنادي. انا بحارب نفسي يعني ولا ايه؟ مظبوط. محمد العراقي نازل مستقل، ودي برضو جاوبنا عليها. حسام دك قال لك ايه السيناريو القادم في حاله فوز الكابتن في ظل الظروف الصعبه؟ يعني برضو الظروف اللي احنا فيها دي فتره صعبه، وبيقولوا النادي عليه ديون وكده. انت حضرتك برضو يعني على علم بالكلام ده اكيد. طبعا يعني.
احنا مش جايين نسدد ديون النادي الاهلي. لا ما احنا النادي الاهلي مش من جيبكم، لكن لازم لا مش من جيبنا. لا انا ما بقولش من جيبكم، انا بقول لازم تلاقوا حلول للديون. يعني في حلول وفي خبراء برضه. اوعى وانت عضو مجلس اداره اوعى تفتكر انت هتشتغل لوحدك ومن دماغك وكل حاجه. في اصحاب الفطنه كمان خدت بالك اللي هم موجود حواليك، اللي هم عندهم خبرات برضه هيكونوا مصحوبين ليك، خدت بالك في القرارات وفي ادائك وفي كلمتك ده. يعني انا هديك مثلا لو كسب مثلا باشمهندس ابراهيم معلم، انا مش هقعد زي الكرسي اللي انا قاعد عليه، لا هيبقى لي راي وانا كسبت مثلا، هيبقى لي راي وحاجات، لان ممكن في حاجات انا ابقى عارفها او تضيفها تحركات معينه تجاه كره القدم وكلام ده مش عند الباشمهندس ابراهيم معلم. لما اقعد مع طاهر ابو زيد خدت بالك هتلاقيها سهله قوي بيني وبينه يعني. بالظبط. يعني في حاجات بتبقى انت لازم تاخد فيها قرارات وتشرحها، الكره للكرويين والسياسه والدعايه والميديا والحاجات دي للناس اللي هي موجوده ليها خبرتها فيها يعني. تمام. اخيرا ايمن تقي المنسي، دي لقطه من المباراه على فكره، وتواجد الالتراس في انا سعيد بيهم الحقيقه، انا فرحان بيهم جدا ان هم في الملعب، بس ضبط النفس بقى هو المطلوب منهم، وحبهم للنادي الاهلي الخالص بقى بعيد عن اي مناوشات تانية. طيب خليني في حد برضو بعت لك سؤال مش فاكر كان مين. ايمن تقي بيسالك الالتراس برضو على ذكر بقى اللقطه دي، يعني لو نجحت تتعامل معاهم ازاي؟ مع الالتراس دول حبايبي، انا الالتراس دول دايما انت موافقهم ان هم يخشوا النهارده في حتى لو القرار كان المباراه تبقى بدون جمهور؟ انا الحقيقه موافق كنت ان الناس تطاطي شويه وتنزل تتكلم معاهم بحب. يعني لما يلاقوا زي ما انا اتكلمت قبل كده، قلت لما يلاقوا حسن حمدي ومحمود الخطيب والناس دي بتنزل تقعد تتكلم معاهم، خلاص هتلاقي بص يا عبد الرحمن هتلاقي هدوء نسبي في الحكايه كلها. هيلاقوا شرح من ناس ليها قيم وليها مبادئ. لما ينزل مصطفى عبده وطاهر الشيخ ومجدي عبد الغني وشريف عبد المنعم ومصطفى يونس والناس دي كلها تروح تقعد مع الناس دي وتتكلم معاهم، هيقبلوا. انما لغه هم في حته واحنا في حته، هم بيعملوا حاجات ما عندناش بس انا سمعت ان هم ما عنديش المراسل ليهم يا جماعه ما تعملوش الحاجات اللي هي خارجه عن انا سامع ان هم رافضين الحوار مع اي حد يعني. احنا لو وصلناهم لكده ليه انا اوصل مع واحد جماهير النادي الاهلي تبقى العلاقه بيني وبينه كده، يبقى في اعضاء مجلس اداره كانت قاعده شوف بيعملوا ايه، شوف مش هي شوف بيعملوا ايه ولا مين بيتكلم مع مين. يعني بتلوم على اداره النادي الاهلي في الجزئيه دي يعني؟ بلوم على هو كان ليه صاحب القرار وصاحب الكلمه ان هو ما نزلش قاعد معاهم. اللي هو رئيس النادي بقى. ما اعرفش بقى، ما ممكن رئيس النادي مش بيعمل كل حاجه لوحده. يعني انا عارف برضه حضرتك يعني ايه واخد بالك طبعا. لا مش هركز على حسن حمدي وخطيب يعني، لا مش هركز عليهم دول. لو كان نزل الكابتن الخطيب كان فاهم. في ناس تانية يهمهم انهم يقعدوا على كراسي مجلس اداره اي نادي، مش لازم الاهلي يعني. هي دي العلاقه يعني، حته ان انا عضو مجلس اداره في نادي وما اعرفش ايه، يا سلام بقى لو كان نادي الاهلي فاهمني، تبقى حاجه كبيره جدا يعني. انما ما لهمش كلمه، ما لهمش صوت، تابعين يعني فاهمني. تمام. وشغلهم يتاثر لو هم خرجوا بره النادي، وشغلهم مش عارف الحياه ما احنا كلنا عايشين، الحياه طبيعيه يعني جدا، بس فكر شويه ودايما تبقى جريء تقول الحل، خدت بالك حتى لو ما تعملش بيه، انما تبقى قلته يعني بالظبط، تبقى شايفه وتبقى فكرت فيه. من منا في موضوع بورسعيد ده ما اتجرحش وعيط وبقت العيال اللي ماتوا دي كلها مش اهاليهم، دول ولادنا كلنا. انت فاهم قصدي؟ ده كلنا اتجرحنا وكلنا عيطنا. انا كنت بعيط زي طفل بيعيط معاهم وحموت. انت عارفني طبعا ايام ما كنت في الملعب حماسي كنت حموت ابقى هناك، وانا يوم ما كنت هروح فعلا الماتش ده لولا انا ما لقيتش حد رايح من النادي عندنا. كنت هروح مع اي حد، اي عضو مجلس اداره قلت عليه هطلع معاه، ما اعرفش كان عندي احساس ان انا اروح الماتش باللي شفناه ده. انت عارف حاسس انك انت قاعد مغلول ومتكتف، فاهم قصدي انا ايه؟ والعيال دي الامارات دول الصغيرين دول الغدر ده، فاهم قصدي؟ جه بقى غدر امني، غدر يعني انا بحاول طبعا ابعد عن مسؤوليه بورسعيد يعني، فاهم ازاي؟ عايزين نهدي الدنيا يعني، انت فاهم قصدي؟ انما اللي حصل ده خدت بالك مسنا كلنا. فاحنا ليه؟ وبعد كده لازم كنت انت تتوقع كراجل مسؤول في النادي وفي ان في رد فعل الاهالي دي وفي رد فعل الجماهير. لازم انا بعد خطه نفسيه انا كمان، انما ما تبقاش كاره الحكايه ان اي واحد بيعمل اي حاجه خارجه عن القانون او
بينفذ عن الحاله بتاعته، انك انت تتكلم عنه وتقول لا هو خارج عن القانون. هو مش مثال خارج عن، هو لازم اي حاجه في مصر دلوقتي سيبك من الالترا ساوند الناس تتكلم معاه مظبوط. يعني لازم تفهمني ولازم توجهني للشيء الصح، انما هي مش عافيه. تمام. مش حاجه انا بالعافيه كده اقول لك احنا هنعمل كده ولو اضرب راسك في الحيط، ما هو هيبقى ده رد الفعل. كابتن الخطيب لو كان نزل الانتخابات على منصب الرئيس كان يفوز؟ فسيل عادي. يفوز ها؟ خطيب لو نزل، او ده بقى اللي انا كنت هقول لك، انا حمود عايز اروح اقعد معاه في يعني انزل في قايمته، ده تحارب انك تنزل في قايمته، لان ربنا مديله حب الناس وده لا ما فيش حاجه توازنه يعني. اخر حاجه خالص، جالي سؤال بيسالك مين اللعيب دلوقتي اللي بيفكرك بنفسك؟ ده كان احمد صالح بيسالك مين اللعيب دلوقتي اللي بيفكرك بنفسك؟ يا احمد السؤال ده بتساله على طول يا احمد. السرعات اختلفت يعني. الاماكن اتلغت بقى، الاطراف بقت عن طريق الباكات اليمين والشمال. فزاد بس معوض. يعني اكيد في لعيب برضو مدي كده على شريف عبد المنعم شويه. والله كلهم شريف عبد المنعم، نحطهم كده على بعض هتلاقيهم كلهم واحد يعني في الاهلي ولا في مصر؟ لا في مصر كلها يعني بشكل عام. وبرضه فرصه ان انا اسالك برضه عن فرص مصر في كاس العالم، بس قولي الاول ده. هو هقول لك على حاجه، شيكابالا اشول وانا كنت بلعب يمين وشمال. بس انا كنت في حته ان اخد الكره من ورا واعدي من واحد واثنين وثلاثه وما اعرفش العب على العرضيه او اعمل 1 2 واروح اجيب جول. فاعتقد ان شيكابالا على اختلاف السرعات بس يجوز انا اسرع وانا بدافع. كنت ارجع ادافع مع كابتن فتحي مبروك واطلع تاني مع مختار ادافع مكانه لو هو هاجم. كان عندي ميكانيزم تاني، انما كان عندي حته الاختراقات دي زي شيكابالا يعني. بفرص مصر في كاس العالم عامله ازاي يا كابتن شريف؟ 50-50 عشان المباراه الاخيره اصل دي حظ قدر، لو ربنا قدر لنا نخش هنخش مع اذا كانت فرقه صغيره او فرقه كبيره، واحنا هنلعب فرقه كبيره. تمام. اتمنى تونس الحقيقه. تتمنى اللاعب؟ اتمنى اللاعب تونس. بص اللقطه دي يا كابتن. ده الكابتن سيد عبد الحفيظ. هو بيتكلم مع حد من الالتراس يعني، نزل الملعب الراجل اهو. وده التراس عاملين دي اللغه اللي بقول لك عليها انا. واحد نزل من الملعب بيتكلم يعني. هم لا نزلوا حد لغه ولا مش لغه يا عبد الرحمن دي؟ في طمأنينة للجماهير ولا تخيلوا ان هل حسين عبد الحفيظ بيتجاوز حدوده يعني؟ بالعكس بيحل بيفكر. هو تخيلوا ان هم هيخرجوا بعد اقل من 10 دقائق في المباراه عشان المباراه ما تتلغيش، او يعني هو طبعا ده اللي هيحصل، هو يتلغي المباراه لو قعدوا 10 دقائق من عمر المباراه. لعيبه الاهلي بيسخن والتشكيل طلع وكلام من ده. لكن يعني تخيلوا انه يعني عبد الرحمن لازم يجي تليفون ان المباراه تستمر. خدت بالك طول ما مفيش مشاكل. هم خايفين من الجماهير ليه؟ عشان لو في مشاكل افرض مفيش مشاكل داخل الملعب النهارده والمباراه ماشيه لطيف جدا ما حصلش اي حاجه. خلاص المباراه تتعمل وتروح، وبعدين نبقى نقعد لجنه مسابقات نتكلم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، وهي تجربه. يعني ليه مش عايزين يخوضوا التجربه والمواجهه؟ ليه واحد قاعد لا شايف ان الجمهور يرجع خلاص في الملاعب؟ لا هو في حاجات انت فكرتني بيها. حرق اتحاد الكوره مثلا اهو ده في خصومه بقى يعني، هنا بقى في خصومه شخصيه طب هو صح يعني حرق اتحاد الكوره؟ ما هو عشان كده القرارات دي خدت بالك سهل قوي انك تطلعها من عضو مجلس اداره بالطيبه يعني، او بالتسامح او بالتصالح. فلازم تبقى في لجان امنيه ورئاسيه وكل حاجه موجوده في البلد تتدخل في حاجات زي كده تهدي الناس دي. ده بكلمتين الناس دي هتروح بيتها مبسوطه. ما حدش تمام. انا استمتعت بالحوار مع حضرتك كابتن شريف. ده انا استمتعت بيكم. ميرسي انك لا طبعا تنورتنا يعني. هحاول اقول كده تشكيل الاهلي بسرعه قبل ما نطلع. لكن ان شاء الله تبقى موفق باذن الله في الانتخابات يعني، ويبقى النتيجه يعني مش بيننا وبين بعض ان شاء الله. ان اللي يبقوا موجودين يبقوا خير ما يمثلوا النادي الاهلي في المرحله القادمه. وعندك اكيد جولات بقى الفتره الجايه انتخابيه في النادي، وبتروح تواجد طبيعي بيني وبين مدينه نصر والنادي الاهلي ونادي الجزيره والانديه كلها اللي هي فيها اعضاء النادي الاهلي، اللي انت تقدر وانت بتعرف على طول يعني. انت بتبص للناس بتفهم رسالتهم معاك من غير اي حاجه. عندك مؤشرات شويه مثلا اليومين دول؟ عندي والمؤشرات عامله ازاي؟ المؤشرات توب يعني جيد. بتتكلم في عائلات محترمه جدا يعني، عائلات سراج الدين، عائله القبضيه. الناس دي ناس عائلات كبيره، دي عائلات كبيره جدا وبتحب النادي الاهلي جدا، واحنا متربيين معاهم يعني. تمام. خلينا نقول بسرعه تشكيل النادي الاهلي: شريف اكرامي، ايمن اشرف، سعد سمير، احمد صديق، سيد معوض، شهاب الدين، احمد شكري، بركات ومانجا ودومينيك واحمد عبد الظاهر. يعني ايمن اشرف النهارده بيلعب قلب دفاع، يعني قلب الدفاع ايمن اشرف وسعد سمير، حاجه جديده.
نورتني يا كابتن شريف. ميرسي يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقه النهارده من ملعب العاصمه، غدا ان شاء الله لقاء اخر وملعب العاصمه. خليكم دايما معانا على القاهره والناس كوره.